يا جماعة، قصتنا النهاردة مش مجرد حكاية رعب وخلاص. دي واقعة حقيقية حصلت في السعودية من حوالي 15 سنة. قصة ست مصرية اسمها أمينة، واللي اتحولت من زوجة عادية لأخطر ساحرة سمع عنها الناس في القريات، لدرجة إن الحكومة السعودية أمرت بتنفيذ حكم الإعدام فيها فورا ومن غير أي تأجيل. خليني أخدكم من البداية، بس حضر فنجان القهوة بتاعك ويلا بينا. وبالتحديد سنة 2006 كان في سعودي نازل مصر عشان السياحة والاستجمام. هناك قابل ست مصرية اسمها أمينة، قعد واتكلم معاها وعرف ظروفها. أمينة قالت له إنها كانت متجوزة ومخلفتش من جوزها الأول، وإنها عايشة ظروف صعبة. الراجل اتأثر بيها جدا وعرض عليها الجواز وقال لها تعيشي معاه في السعودية. أمينة وافقت على طول من غير ما تفكر، واتجوزوا وسافرت معاه على مدينة اسمها القريات شمال السعودية. هناك ربنا رزقهم بمولودهم الأول اللي سموه عماد. لكن بعد سنتين الدنيا اتقلبت خالص. جوز أمينة دخل في ديون ومشاكل مالية كبيرة، وفجأة وفي يوم من الأيام أمينة طلبت منه طلب غريب جدا. قالت له أنا عايزة كتب سحر. بصلها وقبل ما ينطق قالت له أيوة، كتب علاج روحاني، وأنا هعالج الناس وهنكسب فلوس. الراجل استغرب جدا بس وافق، خصوصا انها اصرت. ومع الوقت بدأت أمينة تدور على السحرة والمشعوذين في القريات، وتعلمت منهم أسرار السحر الأسود. ابتدت تعالج عيلة جوزها الأول ومعارفه، وبعدين اسمها اتشهر جدا والناس كلها بقت بتيجي عندها من كل حتة في السعودية، وبيقولوا إن الست دي تقدر تحل أي مشكلة، مشاكل عائلية، مشاكل نفسية، مرض، أيا كان هتلاقي عندها الحل. لكن مع الوقت في حاجة أغرب حصلت. أمينة قررت تشتغل مغسلة موتى. أيوة بالظبط زي ما سمعت، والناس اتفاجئت إنها بتعمل ده لوجه الله من غير أي فلوس. وده كان غريب على شخصية أمينة، بس كان عندها شرط غريب، إنها تغسل الميتة لوحدها، يعني من غير ما حد يدخل عليها الأوضة ولا يكون معاها. الأهالي كانوا بيستغربوا إزاي ما عندهاش رهبة أو خوف من الموتى، لكن ما حدش ركز معاها قوي يعني، لحد ما جت سنة 2011. ومن هنا ابتدت لعنة النهاية. في يوم شابة اسمها مريم جريت على بيت أمينة وقالت لها يا خالة الحقيني، أمي ماتت، محتاجينك تيجي تغسليها بسرعة. أمينة لبست وراحت معاها، ولما دخلت الغرفة اللي فيها الميتة لقت مريم وخالتها قاعدين. أمينة قالت لهم اخرجوا بره لو سمحتم، لازم أغسلها لوحدي. مريم اعترضت وقالت لها لا، أنا عايز أحضر غسل أمي. لكن أمينة رفضت وبشدة وبعصبية وقالت لهم لو ما خرجتوش أنا مش هغسلها. خالة مريم أخدت مريم وخرجوا، لكن مريم فضلت مش مرتاحة ووقفت تبص على أمها من فتحة صغيرة في الباب، وهناك شافت كارثة. مريم شافت أمينة بتطلع ورق غريب من هدومها وتحطه في كفن أمها. الورق كان شكله مرسوم عليه حاجات غريبة وحروف، حاجات هي ما شافتهاش قبل كده. اتصدمت، لكن فجأة نادوها من بره، وبعد شوية خرجت أمينة وقالت لهم تعالوا كفنوا ميتكم. مريم دخلت بسرعة بتقلب في الكفن ما لقيتش اي حاجة، الورق اختفى. رجعت البيت وحكت لجوزها بعد الموضوع ده كله. الراجل حاول يهديها وقال لها ما يمكن دي اوراق عادية او حاجة تخص موضوع الغسل، لكن مريم فضلت متأكدة ان في حاجة غلط، وجوزها كان مفكرها بتهلوس بس من وفاة امها. لكن الشك ملأ قلبه برضه. فاليوم اللي بعده جوزها راح لشيخ معروف في المنطقة وحكى له اللي حصل. الشيخ اتفاجئ وقال له ده ما ينفعش يحصل في غسل الموتى، مفيش حاجة اسمها ورق في الكفن. وقرر الشيخ بعدها يراقب بيت أمينة بنفسه. اكتشف إن في ناس داخلة خارجة طول اليوم، والكل أجمع وبيقول إنها بتعالجهم روحانيا. الشيخ ما استناش، جري على الشرطة وحكى لهم اللي شافه، والشرطة اقتحمت بيت أمينة، وهناك لقوا اللي عمرهم ما شافوه، غرفة مليانة طلاسم وكتب سحر، عظام حيوانات، صور لناس مكتوب عليها كلام غريب جدا ووقح، وطلاسم مرعبة. ولما فتشوا أكتر جوه بيت أمينة لقوا قماش متكور جواه تعويذات سحرية. اتقبض على أمينة بتهمة الدجل والشعوذة وتحقق معاها، وبعد التحقيق كشفت المصيبة واعترفت إنها كانت بتمارس السحر من 4 سنين، والأخطر إنها بدأت إنها تعمل أعمال على شكل كور من السحر وتحطها في فم الميت أو في كفن الميت عشان السحر يفضل مدفون
ومحدش يقدر يلاقيه. الشرطة أمرت بفتح آخر متوفية غسلتها اللي هي أم مريم، وهناك لقوا 4 كرات سحرية فعلا مربوطين بأسماء 4 أشخاص مختلفين موجودين في أماكن مختلفة داخل الكفن وداخل جسم الميتة. الخبر انتشر في السعودية كلها والرعب مسك الناس، والحكومة ما استنتش كتير. من كتر رعب الناس المحكمة أصدرت حكم الإعدام، والحكومة أمرت بالتعجيل في التنفيذ عشان تكون عبرة لكل ساحر ومشعوذ داخل السعودية. وفعلا في سنة 2011 اتنفذ حكم الإعدام في أمينة. ودي كانت قصة أمينة الست المصرية اللي راحت تدور على حياة جديدة، لكن للأسف انتهى بيها المطاف في طريق ضلمة ومسدود، طريق اسمه السحر الأسود. حكاية بتقول لنا إن اللي يفتح باب سحر عمره ما يخرج منه بخير، ولا سليم ولا سالم. ما تنساش تتابعني وانت بتسمع، عشان هتلاقي هنا كل حاجة تحب تسمعها. انت كنت بتسمع فويس اوفر أبانوب جورج. سلام.